السلام عليكم. من كام يوم واحد صاحبي سألني سؤال عجبني قوي. كان بيسمع الناس اللي هي بتقول انت لو ما عملتش مليون جنيه في السنة تبقى انت بني ادم فاشل، او راجل الاعمال المشهور اللي قالك ان انت لو مرتبك 10,000 جنيه فانت تقدر تحوش خمسة وتعيش بخمسة، كأنه مش عايش معانا في الواقع. وبدأ يتكلم على الناس كتير اللي بتطلع تتكلم في المواضيع اللي زي كده. فسأل سؤال عجبني قوي. بيقول لي اول حاجة، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى الناس دي اغنياء قوي كده واحنا بالطريقه ديت؟ ليه ربنا بيعمل كده؟ فانا هنا رديت عليه رد، انا عايز اجاباتكم وتقييمكم للاجابه بتاعتي، وفي نفس الوقت حابب اسمع اجاباتكم انتوا. رديت عليه في نقطتين. النقطه الاولانيه، وللاسف انا ما كنتش حنين قوي معاه في الرد. ليه؟ لان احنا للاسف في الزمن ده بقينا نسيء الادب مع الله كتير جدا. فاول حاجه واول رد ليا قلت له اعرف حجمك. يعني انت في الاول او في الاخر انت عبد. ما ينفعش تقول على ربنا سبحانه وتعالى هو ليه بيعمل كده او ليه عمل كده. ان الله يسأل ولا يسأل. فلما تعرف قدرك، رقم واحد تعرف قدرك مع الله، هتعرف ازاي تتكلم وامتى تتأدب مع الله، وكل كلمة بحساب. طب النقطة التانية، قلت له الطمع. فقال لي لا انا مش طماع. قلت له لا انت فهمتني غلط. يا جماعه الطمع او صفه الطمع دي مش حاجه وحشه زي ما كل الناس فاكره، وللاسف درسوا لنا كمان واحنا صغيرين الكلام ده. الطمع مش وحش، بس الطمع دي صفه من صفات البني ادم، ان استخدمها في طريق صح هتبقى خير ليه، استخدمها في طريق غلط هتبقى شر ليه. الطمع ده عباره عن شعره رفيعه ما بين السخط وما بين الرضا. يعني انت لو طماع وطمعت في الجنه هتزود في العباده. لو انت طماع وعايز تبقى عندك علم كتير جدا هتلاقي نفسك دايما بتروح للمذاكرة وللدراسة وعمال تزود في الكتب والمعلومات والعلماء اللي بتسمعهم. لو انت طماع في عمل الخير والحسنات هتلاقي نفسك بتتصدق وبتعمل اعمال خير وبتساعد الناس وتساعد المحتاجين وبتعمل كل حاجة. هنا الطمع بقى صفة حميدة. طب امتى الطمع يبقى صفة وحشة ويوديك لسخط ويوديك لطرق مش كويسة؟ لما انت تطمع للي في ايد غيرك. هي دي الفكرة في الطمع، ان انت دايما بدل ما بتقارن حالك بحال نفسك. يعني انت لو بتقارن حالك النهاردة بحالك امبارح بحالك من سنة، هتلاقي نفسك في تطور ولا مفيش تطور. طب مفيش تطور، العيب منين؟ طب في تطور يبقى انا كويس، ولو التطور ده ب1% يبقى انت ماشي في خير. طب انا ما تطورتش خالص بس محافظ زي ما انا على الحاجة اللي انا عندي، يبقى انت في نعمة، يبقى ترضى. لكن مشكلتنا ان انت بتيجي تقيس نفسك دايما على الاعلى منك. طب انت ليه مش بتقيس نفسك في الدين على الاعلى منك؟ ليه دايما بتقيس نفسك في الدنيا على الاعلى منك؟ لو انت رضيت، مش هقولك بقليلك، لو انت رضيت بحالك، بص وقارن نفسك صح. انت صحيح معافى في بدنك، خش المستشفيات. انت حر نفسك وعايش في امان، بص على كميه البلاد المحاصره، وبص على كميه اخواتنا اللي بيموتوا، وبص على كميه الناس اللي مسجونين في العالم كله. انت افضل من ملايين بل مليارات. طب هل دي بديها لك مسكن؟ لا. انت علشان ترضى بحالك تعرف نقطتين. النقطه الاولانيه، كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى في ارادته ليها حكمه، فلا تسيء الادب مع الله، واعرف حجمك. طب رقم اتنين، خليك طماع. انا عايزك تبقى طماع، بس طماع في ايه؟ افضل في حياتك. انت النهارده كنت عندك ليفل معين في حياتك، عايز تبقى في ليفل اعلى، قارن نفسك بيهم. لكن ابعد عن الناس، ما تقارنش نفسك بالناس. لو قارنت نفسك بالناس هتسخط على حياتك وهتكره حياتك وهتبقى عندك حسد وعندك حقد على الناس، ومش هتعيش مبسوط طول عمرك، وللاسف هتموت فقير. وافتكر دايما انت لما هتموت انت مش هتاخد حاجه معاك، هتاخد عملك ودعاء الناس ليك. افتكر دي كويس قوي. فلا تسخط وارضى بما قسمه الله لك، تكن أغنى الناس. سلام.